السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا انا كنت عامله فيديو قبل كده وانا كنت بزرع شجر برضو، وكنت قلت لكم احنا الشجر ده كنا ناجلينه، يعني احنا جلعناه احنا كده من الغيط كان، وكان كمان بيرمي يعني السفندي كان بيرمي سفندي كل سنه، وكان يعني شغال، والمانجا كان بترمي برضو مانجا. آم، فاهمين؟ فجلعناها من الغيط وجلعناها من الغيط وجبناهم على اساس ان هم يشتغلوا. فانا كنت قلت لكم لو اشتغلوا انا هقول لكم اشتغلوا، ولو ما اشتغلوش برضه هقول لكم ما اشتغلوش. فيلا نصلي على النبي ونشوف الفيديو، وهتعرفوا كل حاجه دلوقتي واحكي لكم على كل حاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا اللي بيشوف قناتنا لاول مره يشترك فيها ويفعل الجرس ويضغط على كلمه الكل علشان اي جديد احنا ننزل ويوصل على طول. احنا قناتنا قناه ريفيه، محتوانا ريفي، اي حاجه بنقدمها في قناتنا فهي ريفيه. نتكلم عن حياة أهل الريف والتراث القديم وجداتنا ازاي كانوا عايشين، وشغلهم مع الكانون وفرن الطين، والحياة البسيطة الطبيعية، حياة أهل زمان اللي كلها رضا. فبص بقى، طبعا الشجر اللي كنت زارعاه قبل كده اللي احنا زي ما قلت لكم كنا جايبينه من الغيط نجلينا نجل، يعني احنا هو كان بيثمر في الغيط السفندي بيرمي سفندي، والمانجا كانت بترمي مانجا، بس احنا قلنا نجيبها هنا في البيت كده هنا ونزرعهم على اساس ان هم يشتغلوا تاني. وطبعا عملت معاكم الفيديو وقلت لكم لو هم اشتغلوا وكملوا، فانا طبعا هقول لكم اشتغلوا ولا ما اشتغلوش، ولو هم ما كملوش هقول لك برضو ان هم ما كملوش. فطبعا للاسف هم ما كملوش ونشفوا ما ينفعش حد يروح يجلح شجره ويروح يزرعها في مكان تاني ما بتكملش. طبعا بقى الشجر ده احنا جبناه بديل ليه، دي من المشتل على طول، احنا جبناه من المشتل. يعني بصوا شجره كده في صفيحه في كيس كده يعني. فاحنا جبنا الشجر دي من المشتل، طبعا هما واحدة سفندي وواحدة برتقان بصرة، فبنزرعهم في نفس المكان. طبعا احنا جلعناهم دوكم لما لقيناهم نشفوا، جلعناهم من مكانهم كده وبنزرع في نفس المكان اللي احنا كنا زارعين فيه قبل كده. بنزرع في الشجرات اللي احنا جبناهم من المشتل دول. بصوا واحدة تاني بقى بدل المانجا جبنا واحدة كاكا، هنزرعها في نفس المكان اللي كان فيه شجرة المانجا اللي هي برضو نشفت يعني وباظت. فالناس اللي فاكره الفيديو، طبعا انا كنت عامله الفيديو، والناس اللي مش فاكراه وعايزين ترجعوا تشوفوه رجعوا شوفوا لي ان احنا كنا جايبين شجر وزارعين هنا في نفس المكان ده بالظبط كده، بس ما اشتغلش. انا برضو كنت حاسه انه مش هيشتغل، لان طبعا مش هينفع كان اي حد يروح يجلح شجر ويجيب يزرع يشتغل، لا ما ينفعش ان هو يشتغل. ممكن النخل وهو صغير، معلش، ممكن النخل وهو صغير ممكن يتنقل ويشتغل برضو، النخله لما تكون لسه صغيره. انما الشجر لا، الشجر بتجلي لازم يكون مزروع في حاجه، هو مزروع مثلا في صفيحه، مزروع في كيس كده، آه، يعني توديه الارض زراعه عادي تاني. انما عشان الشجر تكون مشغله في الارض وجذورها في الارض وهي شغاله، وحد يجي يجلعها من جذرها ويزرعها، مش هتشتغل تاني خالص. فهم ما اشتغلوش يعني. وانا كنت متاكده، يعني كنت بقول كده كده هم مش هيشتغلوا، بس قلت يمكن يشتغلوا، بس برضه هم ما بيشتغلوش. فبصوا هنا بقى دي حطيت في نفس الحفر كده الشجرتين اللي احنا جبناهم، اللي هم واحده سفندي وواحده برتقال، وفي مكان المانجا جبنا واحده كاكا. ما اعرفش بقى الكاكا يا جماعه طويله خالص وما فيهاش اي خضار خالص، ما اعرفش هي كده تشتغل وهي تبقى يعني بنظامها بشوفها دلوقتي طويله خالص كده، ونشو واحد، هي كده نشو واحد طويله وما فيهاش اي خضار. جايبينها كده من المشتل بحالتها كده طويله، هتشوفوها الوقت بعد ما خلص زرع الشجر ده، هتشوفوها لما ازرعها هي كمان. انا ما اعرفش اول مره ان احنا نزرع كاكا، واول مره يعني اشوف زرعها وكده يعني، واشوف الشجره بتاعتها لما بتتجمع المشتل. بصراحه اول مره. هي اللي في الكيس دي طويله قوي، طويله يمكن تعمل لها 3 متر وازيد، طولها يمكن يعدي 3 متر، لكن هي نشو واحد وما فيهاش اي خضار خالص، ما فيهاش مش مخضرة يعني، لا فيها حاجة كده يعني بذور كده في جدرها، ولا بصوا ولا فيها فروع صغننة، ولا فيهاش اي حاجة خالص، ما فيهاش اي خضار خالص. فبصوا اهي. طبعا انا بحوش منها الكيس وانزلها بقى في الحفرة كده، بحوش منها الكيس كده. بس بسم الله ما شاء الله. طبعا الشجر الشوفان ده هيشتغل تمام، لان هو جاي من المشتل واحنا متعودين على كده، احنا بنجيب الشجر من المشتل بيشتغل ويكمل تمام يعني. لكن الكاكا دي انا مش عارفه نظامها بالظبط يا جماعه، شايفينها اهي، دي شجره كاكا. بصوا
طويله وما فيهاش اي خضار خالص، جايه من المشتل بالطريقه دي. ما اعرفش بقى هي كمان تشوفها معايا طبعا في الفيديوهات لما كنا انا هناك كده وهي تشتغل وتخضر، برضه هوريها لكم هتشوفوها. فمش عارفه بقى هي نظامها هيكون قال ان اول مره نزرع حقاقه وتجلي في البلد كلها يعني عندنا. متهيألي مفيش حد زرع حقاقه خالص خالص يعني، في القريه اللي احنا فيها كده عامه متهيألي ما حدش زرع شجر كاكا ابدا. فاحنا هنشوفها بقى نظامها وهتبقى معانا في الفيديوهات كده، هنشوفها تبقى عامله فبصوا بنزل بقى حواليها طراب كده طبعا ده عبد الرحمن انتوا عارفينه، وهذا دايما اي حاجه حايسه فيها هو لازم يظهر معاك كده، لازم يجي ويحس معانا كده. بعد ما اخلص بقى بنزل عليها بقى حواليها الطراب كده واضغط عليها كده عشان ما فيش فيها هوا داخل لها خالص. وبعدين بقى اجيب لها ميه كده واسقيها. احنا برضو كنا جايبين واحده عنب زرعناها في مكان تاني يعني قريب منهم شويه كده، لكن لكن ما جبتش التصوير بتاعها. جايبينها برضو عنب من المشتل كده، مع ان برضو اي بقى شجر تاني تاخدي نشوه منه فرع منه وتزرعيه خضر. اي شجر تاني شجر العادي ده تاخدي فرع كده تزرعيه خضر، انما شجر الفواكه والحاجات دي متهيألي مزرعش منه فروع. والعنب برضو لما كنا شجرة العنب مزروعة وتاخدي والفرع نفسها منها تزرعيه جنبيها، بس يبقى ماسك فيها يعني، وتزرعيه جنب شجرة العنب وتلاقيه خضر. وتيجي بقى لما تلاقيه هو خضر تيجي قسم الشجرة تلاقيه بقى شجرة وحدي. عشان انا عملتها قبل كده، كان عندنا عنبة وفيها فروع طويلة، جبت فرع غرسته جنبيها، كان بينها وبينها كده حوالي نص متر، بينها وبين الشجرة الام دي حوالي نص متر. وبعدين لقيت اشتغل وخضر ورحت قسمنا الشجرة، راح شغال وحدي بقى شجرة وحدي يعني. عملت كده في العنب بقت شجرة عنب تاني جنب الشجرة الكبيرة. بصوا هنا كنت بجيب لها بجيبهم ميه من الطرمبة، زي ما انتوا عارفين الطرمبة بقى اللي هناك دي بنجيب منها ميه ونسقي منها المواشي ونسقي منها الشجر دي. وشايفين الصغير ده هناك ده بقدونس يا جماعه، البقدونس كبر وبنعمل منه سلطه دلوقتي. طبعا انتوا فاكرين لما زرعت البقدونس برضو معاكم، البقدونس كبر اهو وبنعمل منه وبنعمل منه سلطه. وفي ملوخيه لسه طالعه صغنونه خالص يعني، في ملوخيه جنب البقدونس لسه طالعه صغنونه خالص كده. وطري وحلو البقدونس دي يعني، نشوف بقى لا في رش ولا في اي حاجه، نظيف كده يعني. انا بجيب من الطرمبه اهو كوبا بالشجر دي بقى. هنا دي شجره البرتقال ابو صغيره، شايفين مزهره اهي، فيها زهاره، هي جايه من المشتل كده فيها زهار، بس هي لسه صغيره طبعا يعني. الزهر ده مش هيبقى برتقال والحاجات دي، لان هي مش هتستحمل الرمي عليها، هي لسه صغيره. الرمي اللي هيبقى عليها ما تستحملش، ممكن يوجعها. بالله عليكم بقى ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه بقى، واللي بيشوف قناه اول مره يشترك لنا فيها ويفعل الجرس. وطبعا بشكر اي حد بيعمل لي لايك، اي حد بيكتب لي كومنت حلو، اي حد بيعمل له تعليق يعني يشجعني فيه، بقول لكم الف شكر يا جماعه، شكرا ليكم. الف الف شكر لاي حد بيشترك عندي. ان شاء الله نعمل لكم فيديوهات حلوه كتير، بس ايام دي طبعا بصوا كسل مع نفسيه مع كده، بس بصوا ان شاء الله الدنيا تبقى حلوه، واعمل لكم الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها. الناس اللي طالبه مني العيش البلدي، والناس اللي طالبه مني خض الجربه والحاجات دي كلها، ان شاء الله باذن الله كل الحاجات اللي بتحبوها ان شاء الله اعملها لكم. بس بس كده افوق لكم كده ونفسيتي تبقى مظبوطه كده ان شاء الله، واعمل لكم ان شاء الله فيديوهات كتيره وحلوه على القناه دي. طبعا انتم متعودين كنت بعمل عليها فيديوهات كتيره، كنت بعمل خض الجربه والجبنه والزبده والجبنه القديمه وبصوا البلاطه والكانون والفرن والرجاج والفطير المشلتت، حاجات كتير انا كنت بعملها. كنت بنزل كل يوم فيديو، كانت القناه ما شاء الله عليها في الاول كانت حلوه قوي، لكن انا من ساعه ما بدات ان انا اكسل عليها وبدات ان انا اكبر دماغي كده واقعد فتره ما انزلش فالدنيا مش حلوه يعني. فان شاء الله باذن الله هتبقى الدنيا حلوه وانزل فيديوهات كتيره، والحاجات الريفيه اللي انتوا بتحبوها ان شاء الله هتشوفوها هنا على القناه.
بس اشتركونا في القناه، بس بالنسبه للناس اللي بتشوفنا لاول مره. الناس اللي معانا كده تفاعلوا معانا وعملنا لايكات يا جماعه عشان الفيديو يتشاف كده، والنفس اللي تتفتح على الفيديوهات يعني. بصوا كده انا بقى بجيب لها ميه من الطرمبه واحط في الشجر كده. دي بقى شجره السفندي، دي سفندي وبرتقال بسره وكاكا. بس الكاكا هي اللي انا مستغربه لها خالص، مش عارفه بقى هتشتغل ولا نظامها بالظبط. طويله قوي ومش عارفه، ونش واحد زي ما انتم شايفينها كده، مش عارفه انا نظامها بقى. ان شاء الله يبقى مع بعض. نترككم في رعايه. شايفين يا جماعه كده دي الفيديو بتاعنا، يا رب كنا امتعناكم. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.